معانا النهارده اصغر نموذج مشارك في النسخه الرابعه لمؤتمر المصريين بالخارج، مريم طاحون، مقيمه في النمسا وتحديدا فيينا. هي مطربه اوبراليه، صح كده؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. النهارده دي اول مشاركه ليكي، ولكن اكيد مش اول نزول ليكي لمصر، صح؟ طبعا انا بنزل مصر من وانا بيبي صغير جدا. انا كل سنه بحاول ان انا انزل. مصر هي بلدي، وانا بحاول على قد ما انا اقدر ان انا دايما ابقى اكون في مصر. الاسره كلها مقيمه في النمسا؟ بالظبط، انا ماما وبابا واخويا الصغير مقيمين في النمسا، واحنا بدرس هناك، والحمد لله مخلصه الثانويه العامه السنه دي وداخله على الجامعه الموسيقيه في فيينا. جميل جدا. كلمينا بقى عن نشاطك الفني في فيينا. انا من وانا صغيره انا بدات بالعزف البيانو، ودخلت من عزف البيانو على الغنى. عملت اختبار في الاوبرا النمساويه، الاوبرا بتاعت فيينا، والحمد لله اتقبلت. رحله الغنى بتاعتي بدات هناك بصراحه. فبدات بقى ان انا اخد حصص غنى. كسبت اول مسابقه بتاعتي في 2020، والحمد لله اخر مسابقه انا كسبتها كانت 2022، ومكمله بقى في الغنى. والحمد لله السنه دي اتقبلت في جامعه فيينا للغنى. رغم من صغر سنك الا ان المسيره مملوءه بحاجات كتير مشرفه. هل عندك رغبه تكملي في مصر؟ انا طبعا احب جدا ان انا اغني في اوبرا مصر، وان انا حتى اجيب الفن الاوبرالي اللي موجود عندنا في اوروبا اوصله برضو للمصريين هنا. وانا الحمد لله غنيت مره في اوبرا مصر 2021، وطبعا اي فرصه تجيلي احب ان انا اغني هنا، وكمان ان انا اجرب صوتي في اغاني شرقيه. فانا ان شاء الله الرحله مكمله، وان شاء الله الرحله تجيبني مصر. شايفه مصر ازاي الفتره الاخيره؟ مصر الفترة الأخيرة متطورة جدا. أنا حابة كل سنة بنزل، كل سنة بقى في تغيير وتغيير للأفضل. أنا بصراحة أنا مش قادرة حتى أقولك أنا بحب إيه أكتر حاجة في مصر، عشان بحب مصر كلها، من أكلها لشعبها طبعا الأهرامات اللي أنا بحب أزورها جدا. شايفه ان مسيرتك الفنيه جميله، وبرغم من صغر السن او صغر العمر الا انك عندك حاجات كتير نقدر نفتخر بيها. هل عندك بقى رغبه تكملي المسيره الجميله دي في مصر؟ انا طبعا احب ان انا برضو اجيب الفن الاوبرالي هنا مصر، واحب ان انا اغني هنا في اوبرا مصر، واحب ان انا اوصل رساله الفن اللي موجود عندنا اوصله هنا برضو لمصر. غير كده طبعا احب ان انا ابدا برضو اغني شرقي، ان انا ابدا برضو ان انا اتعلم الفن الشرقي اللي موجود هنا في مصر. وغير كده طبعا انا حابه ان طريقي اللي انا بداته في فيينا في الاخر يكمل في مصر ويجيبني في مصر مكان ما اصلا اصولي موجوده. تقولي ايه بقى للبنات الحلوين اللي في سنك كده المقيمين في مصر، اللي بيحلموا بالاغتراب، بيحلموا ان السفر ممكن يحقق لهم حاجه مش موجوده على ارض الوطن؟ هما دايما يشوفوا هما عايزين يوصلوا لايه، ودايما ان هما اللي عايزين يوصلوا له دايما يحاولوا هما يشتغلوا عليه، عشان من غير شغل انا ما فيش حاجه انا اقدر اوصل لها من غير ما اشتغل عليها جامد. زي انا مثلا جايه من مجال الفن، مجال الفن محتاج شغل جامد جدا. فلو انتوا عايزين تخرجوا مثلا تهاجروا تخرجوا الخارج، ودايما عارفين انتوا عايزين تعملوا ايه، عايزين تدرسوا، عايزين تدخلوا مثلا كليه مش موجوده في مصر، وعمركم ما تنسوا اصولكم جايه منين، عمركم ما تنسوا ترجعوا لبلدكم. دي اهم حاجه انا اقدر اقولها لهم.